هو ينفع راجل يبقى في شهر العسل وقاعد مع مراته زي الاخوات؟ هو ينفع راجل يجيلي بيدور على الخلفه عن طريق حقن مجهري عشان هو من اول الجواز مش عارف يعمل اي علاقه مع مراته؟ هو ينفع الراجل يبقى ضبع مش سبع؟ ولو ينفع ايه اللي ممكن يكون الاسباب؟ وازاي نعرف؟ وايه ممكن يكون العلاج؟ ازيكم يا رجاله؟ انا عمر عزيزي، استشاري جراحات الذكوره في القصر العيني، ودي قعده رجاله. unconsummated marriage او honeymoon impotence، واللي بيعرف باسم ضعف شهر العسل. كان لازم ابدا اول حلقه بالموضوع ده نظرا لخطورته وتاثيره على ناس كتير، ممكن يوصلهم للطلاق او للعيش بشكل محزن ومزري قوي. يعني ايه ضعف شهر العسل؟ تعريف ضعف شهر العسل هو الفشل المتكرر في العلاقه الزوجيه في اول ليالي الجواز. وركز معايا، الفشل المتكرر يعني مش مره ولا مرتين فشلت فتتوتر، والنسبه بتاعته هتتخض لما تكتشف انها كتير مش قليله، بالاخص في مجتمعاتنا وثقافتنا اللي بتوصل ل 17% في بعض الحالات، وممكن تكون اكتر كمان نظرا لخصوصيه المرض ده. فمش كتير بيكشف ومش كتير بيقول عليه. يعني 1 كل 5 أو 6 ممكن يكون جات له المشكله دي، والنسبه دي بتزيد كل ما التعليم يبقى اقل او المستوى الاجتماعي يبقى اقل. انت كعريس جديد لسه بافته بيضه، وانت ومراتك لسه مش متعودين على بعض، جم قعدوكم جنب بعض وفي تصور عايزين نلغيه خالص، وهو تصور سبع ولا ضبع، وتصور الفيرست امبريشن هيكون ازاي، تصور ثالث اذبح القطه، ومفروض اعمل كذا وكذا ليله الدخله. من النهارده هنسميه اسبوع الدخله، وانت يا عيني جاي تعبان ومفرهد، طب ما تريح شويه. لا 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 لا، انا في واجب لازم اعمله اسمه ليله الدخله، والله العظيم مش واجب ومش مقرر، معاكم العمر كله ان شاء الله. ممكن من كتر الاثاره والحماس وعلى طول من قبل ما تدخل اصلا. البنت لسه بنوته ولسه محتاجه استثاره كتير عشان يكون في افرازات تسهل الدخول، ولغايه ما الافرازات دي تطلع انت محتاج 10 كيلو جل. انت والبنت لسه مش عارفين ولا متعودين على جسم بعض. الموضوع بيبدا وانت بتحاول وانتم ملهقين متوترين تعبانين ومش عارفين بعض قوي، ولسه مفيش خبره، فالموضوع مش بيكمل وتحس انك داخل حيطه سد. وبعدين واحده واحده الجبل يبدا ينام، واحده واحده وبسبب تاثير كره الثلج سنو بول افكت ما يرضاش يقوم خالص، وتخش في دايره مغلقه اللي بعدها تسال نفسك البيضه ولا الفرخه. طب ايه الحل يا دكتور؟ اول حل هو المعرفه، عشان كده لازم تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه علشان نزود المعرفه الطبيه الصحيحه. تاني حاجه اعمل سيف للفيديو ده عشان تتفرج عليه قبل ما تتجوز او تبعته لصاحبك قبل الجواز. المعرفه بايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي، ونفرق بين المشكله العضويه والمشكله النفسيه، وده بنعرفه سواء قبل الجواز عن طريق فحوصات ما قبل الجواز او بعد الجواز لو حصلت مشكله. وهنتكلم عن المشاكل العضويه اللي ممكن تسبب ضعف شهر العسل في فيديوهات تانية، لكن النهارده هنركز على الجانب النفسي واللي علاجه بيتطلب التشخيص السليم واستبعاد اي سبب عضوي، واننا نطمن على المريض انه سليم 100%. ومش هو بس، احنا لازم برضه نطمن على مراته انها ما عندهاش تشنج مهبلي او اللي بيسمى فاجينيزمس، واللي ممكن نعمل عنه حلقه كامله لوحده، واللي علاجه في درجاته الاولى بيبقى بسيط عن طريق اتباع التعليمات اللي بنقولها، او في درجاته الاعلى ممكن يحتاج بعض التمارين او البوتوكس مع زملائنا المتخصصين في امراض النساء. وثانيا بطلب المشاركه الفعاله من كلا الطرفين، لان في كلمه بقولها لكل الكابلز اللي بيجوا لي، كده كده في علاج 100%، بس ده بشرط واحد، ان كلا الطرفين بيسعوا للحل. لكن لو في طرف واحد بس بيسعى للمشكله ف100% مفيش علاج. المشاركة الفعالة في التأكيد إنك تاخد الموضوع واحدة واحدة، وتعرف إن السكس is the price of foreplay، يعني العلاقة الزوجية هي جائزة للمداعبة مش العكس، مع تعليم الوضعيات الأنسب للعلاقة الزوجية في البداية، وطريقة استخدام الجل والاستثارة الكافية للزوجة، طريقة توجيه العضو لغاية ما يعرف هو طريقه لوحده بعد كده، طريقة الدخول التدريجي واحدة واحدة عشان تتلافى الوجع اللي بيحصل عند مراتك وتطمينها. واخيرا ممكن نكتب بعض الاحيان ادويه، بس مش هي الاساس، هي بس عشان تدور العجله وتسندك لبر الامان. والاهم من ده كله، بيتك هو سرك، محدش ليه دعوه بحاجه، مش رجوله انك تتفشخر على القهوه، ومش مسموح ان حد من اهلك او من اهلها يتدخل ما بينكم.
انتوا ستر وغطا على بعض، ولو في مشكله بتحلوها مع بعض، واتاكد ان 100% في حل. طب انا يا دكتور طلع عندي مشكله عضويه، يبقى تابعنا عشان الحلقات اللي جايه مهمه جدا ليك. طبعا هكرر في كل حلقه ان كل المعلومات اللي بنقولها هي معلومات علميه مبنيه على خبره كلينيكيه واكاديميه وطبيه، ومصادرها هسيبها لكم تحت الفيديو. ورغم كل ده الفيديو عمره ما هيكون بديل عن الكشف الطبي خالص. تمنياتنا بالصحه والسعاده والعافيه.